فيلمنا بيبدأ مع داني واخته تيشا اللي بيكونوا راجعين من الجامعة علشان يقضوا الأجازة مع عائلتهم، والطريق بيكون طويل جدا وفاضي. هما الاتنين بيبقوا زهقانين وبيحاولوا يسلوا نفسهم على قد ما يقدروا. المهم بيعدي شوية وقت وبتظهر عربية نص نقل اللي بتكون بتقرب منهم بسرعة جامدة جدا وبتبدأ تزمر عليهم جامد، بقى خلاص هتخبط عربيتهم. داني بيحاول يشاور للراجل اللي جوه العربية علشان يعدي منه. المهم ان العربية دي بتفضل تزاول فيهم لحد ما اخيرا بيعدي منهم وبيسيبهم ويمشي، وبيقعدوا الاخين يشتموا في السواق. واثناء ما هم ماشيين في الطريق بيفتكروا كيني وديلا اللي لقوا جثثهم من غير راس في نفس الطريق ده، والحادثة دي عدى عليها حوالي 23 سنة. بعدها وهم ماشيين بيلاقوا بيت قديم ومهجور على الطريق وجنبه العربية النص نقل اللي كانت ماشية وراهم من شوية، وبيشوفوا السواق بتاعها وهو لابس لبس غريب جدا وبيبقى واخد في ايده شوال من العربية عامل زي ما يكون جثة ملفوفة في ملاية بيضة وعليها بقع حمراء، وبيشوفوه هو بيرمي الشوال ده جوه ماسورة كبيرة خارجة من الارض. داني واخته لما بيشوفوا المنظر ده بيحسوا انه في حاجة غريبة وبيحاولوا يتصلوا بالبوليس، بس بيلاقوا الموبايل اللي معاهم فصل شحن. بعدها بيلاقوا الراجل رجع راكب العربية تاني يقعد يزاول فيهم وبيخبط عربيتهم بقوة، وده كله بيخلي داني يتعصب وبيخرج بالعربية بتاعته بره الطريق خالص وبيدخل في جنينة، والسواق اللي راكب النص نقل بيمشي ويسيبه وبيفضل مكمل في طريقه. المهم بينزلوا وبيظبطوا العربية بتاعتهم وبيلاقوا انهم ينفعوا يكملوا بيها عادي. داني بيقترح على اخته انهم يرجعوا ويشوفوا الشخص اللي اترمى جوه الماسورة علشان ممكن يكون لسه عايش، لكن اخته بتبقى ضد الفكرة دي وخايفة تنفذها، لكن داني بيقنعها انهم لازم يرجعوا ويساعدوا الناس دي. بعدها بيبقوا راكبين العربية وراجعين على البيت الغامض ده، ولما بيقربوا بيكتشفوا ان المكان ده عبارة عن كنيسة مهجورة وعليها غربان كتير جدا. بعدها الاتنين بيقربوا من الماسورة وهم خايفين، ولما بيبصوا جواها بيلاقوها بتوصل لطريق كده تحت الارض وبيكون ضلمة مش شايفين اي حاجة، لكن بيبقى خارج منها ريحة بشعة. وداني لما بيركز بيحس انه سمع حاجة تحت، لكن اخته بتبدأ تقلق وبتقول له انهم لازم يرجعوا، لكن هو بيصمم يدخل جوه الماسورة ويبص جواها كويس بالكشاف وبيخليها تمسك رجليه علشان ما يقعش. فجأة بيلاقي قدامه فيران كتير فبيخاف وبيفضل يخبط برجليه فبتسيبها وبيقع داني جوه الماسورة. لما بينزل تحت بيلاقي نفسه في مكان غامض جدا وما بيعرفش هو ازاي هيطلع منه. بعدها داني بيلاقي جثة وبيكون لسه بتتحرك فبيقطع الملاية بسرعة وبيلاقي حد وشه دبلان وشفايفه زرقاء وبيطلع في الروح وبطنه كانت مفتوحة ومتخيطة، وبيبص حواليه بيلاقي جثث كتير من ضمنها جثة كيني وديلا وبيعرفهم من الدبل اللي في ايديهم. في الوقت ده تيشا بتلاقي العربية النص نقل بتقرب عليهم، تجري بسرعة وتدخل جوه عربيتها وبتحاول تدور العربية وبتلاقي ان العربية اللي معدية دي مش هي نفس العربية وبتكون عربية شبهها. وفجأة بتلاقي اخوها ظهر قدامها ووشه اصفر من كتر الخوف اللي شافه تحت في البدروم، وبيفضل داني ساكت ومصدوم لفترة طويلة. بعدها اخته بتسوق العربية وبيفضلوا ماشيين هما الاتنين لحد ما بيوصلوا لمدينة صغيرة، وقبل ما يدخلوا المطعم بيشوفوا العربية النص نقل اللي خبطتهم وهي معدية من قدامهم وراجعة على الكنيسة. المهم بيدخلوا المطعم وبيطلبوا انهم يتصلوا بالبوليس، ومرة واحدة التليفون بتاع المطعم بيرن وبيلاقوا ست مجهولة بتقول لهم انها تعرفهم وبتوصف لهم المنظر دلوقتي، وبتقول له كمان انها عارفة انه راسم وش على شكل وردة على بطنه، وبتقول له كمان انها عارفة انه نزل البدروم بتاع الكنيسة وشاف الجثث اللي جواه. كيلو بتقول له ان المكان اللي شافه ده يبقى بيت المخلوق المرعب وان محدش عارف هو جه منين. ولما بتسمع الاغنية اللي شغالة بتقول له ان المرة الجاية لما تسمع نفس الاغنية دي لازم تهرب. المهم بعد شويه البوليس بيوصل وداني بيحكي لهم على كل حاجه شافها، والبوليس طبعا بيشك في كلامه. وداني بيحكي لهم انه شاف حوالي 600 جثه ملزوقين في الحيطه لما نزل البدروم، ولما بيرجعوا لعربيته بيلاقوها مفتوحه وفي حد دخلها ودعبس على كل حاجه جواها. في اللحظه دي بتيجي الست اللي بتشتغل في المطعم وبتقول لهم انها شافت راجل غريب واقف عند العربيه وماسك هدوم داني وتيشا وعمال يشم فيها. وقتها البوليس بياخد باله من البصمات اللي موجوده على ايد باب العربيه، ومن هنا بيبتدوا يقتنعوا ان كلام داني صح، فبيروحوا كلهم على الكنيسة اللي وصفها لهم داني. في الناحية التانية البوليس بيجي له خبر ان الكنيسة بتولع وان في مطافي جت وبتحاول تطفي الحريقة اللي هناك ومش هينفع انهم يقربوا منها. كمان بيتفاجئوا بحاجة غريبة جدا وبيكتشف ان البصمات اللي لقوها موجودة على باب العربية بتاع داني تبقى بصمات شخص ميت. وفجأة بيسمعوا صوت حاجة نزلت على العربية من فوق، وعلى الناحية التانية داني بيبقى في عربيته وبيتكلم مع اخته وبيكونوا ماشيين قدام عربية البوليس. وقتها بيلاقوا الاغنية ياها اشتغلت على الراديو تاني، وهنا بنشوف شخص واقف على عربية البوليس وبيسحب شرطي من مكانه وبيقطع راسه بالفاس اللي في ايده وبيحدف على عربية داني راس الشرطي. فداني بيوقف العربية بسرعة وبيلاقوا ان عربية البوليس كمان وقفت، ولما تيشا بتنزل وبتروح تشوف في ايه بتلاقي وحش غريب جدا
على هيئة بني آدم نازل من عربية البوليس، ومعاه راس أحد الضباط اللي بيفضل يشم فيها، وفي الآخر بيقوم واكل لسانه. طبعا الاتنين لما بيشوفوا كده بيتصدموا وبيتحركوا على طول. في الوقت ده الوحش بياخد جثث البوليس وبيحطها في عربيته، ولما تيشا بتلاقي بيت موجود على الطريق بتقرر تروح عليه، وهناك بتلاقي ست عايشة ومعاها قطط كتير جدا، ولما بتقف تتكلم معاهم بتشوف الوحش واقف قدام البيت. العجوزة دي بتقوم واخدة البندقية بتاعتها وبترفعها على الوحش وبتطلب منه انه يمشي بالذوق، بس الوحش مش بيتحرك من مكانه، لكن الست بتضرب عليه النار، لكن الوحش بيكون هرب وطار بسرعة قوية ودخل البيت. وداني واخته بيبقوا واقفين بره وهم خايفين. بعدها بيسمعوا صوت ضرب نار جوه البيت والقطط بتطلع تجري، وداني بيشوف الست واقفة في مكانها ما بتتحركش، والحقيقة ان الوحش بيكون ماسكها من رقبتها وبيقوم راميها بعيد، وبيروح يطارد داني واخته اللي بيطلعوا يجروا على العربية وبيتحرك على طول علشان يهربوا من الوحش، لكن الوحش ده بيطير وينط على عربيتهم، بس هم بيوقعوه وبيرجعوا تاني بالعربية عشان يخبطوه، بس هو بينط من فوق العربية بكل سهولة. ولما بيحاولوا مرة كمان بيقدروا يضربوه أخيرا، وتيشا عشان تتأكد إنه مات تقوم دايس عليه، ترجع مرة كمان وبتدوس عليه. بعدها بيلاقوه بيحرك جناحه، فبيرجعوا تاني وبيدوسوا عليه مرة كمان، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا وبيروحوا على أقرب قرية، وهناك داني واخته بيروحوا على اسم الشرطة وبيتصلوا بأهلهم وبيطمنوهم إن هم جايين كمان ساعة. في اللحظة دي بتيجي ست اسمها جيس وبتنادي عليهم بأساميهم رغم إنها أول مرة تشوفهم، وبتقول لهم إنها بتحلم بحاجات وبتشوف حاجات محدش غيرها بيشوفها، وإن هي تبقى الست اللي اتصلت بيهم وهم في المطعم. وبتقول لهم إن كل 23 سنة الوحش ده بيصحى لمدة 23 يوم وبياكل في أعضاء الناس اللي بتعجبه، والأعضاء دي بتاخد مكان الأعضاء اللي في جسمه، وهي اللي بتساعده إنه يعيش لسنين طويلة. وبتقول لهم كمان إنه بيحب ريحة الخوف وهيفضل يخوف في فريسته وهو بيطاردها علشان يستمتع بقتلها. وطبعا الأخين بيكونوا مقتنعين إن هم خلاص كده قتلوا الوحش ومش بيصدقوا كلام الست دي. بعدها بنشوف الوحش وهو ماشي بيعرج برجله وداخل القسم، فالأخ والأخت دول بيتخضوا وبيقولوا إنهم داسوا عليه أكتر من مرة ومش منطقي خالص إنه يفضل عايش. ولما واحد من الضباط بيطمن على المساجين بيلاقي الحديد بتاع زنزانة منهم مكسور، والوحش قاعد بياكل في واحد من المساجين. ولما الوحش بياخد باله من الضابط اللي واقف بيهجم عليه، وقتها بقى الضباط بيحاولوا يمشوا داني واخته لهم لمكان امان. وبتشوف بعدها عدد كبير من الشرطة واقفين بيطاردوا الوحش وبيسمعوا صوته وهو في الدور اللي فوقيهم، وفجأة بيلاقوا الوحش بيهجم على واحد من الضباط وبيقوم مطلع قلبه من جسمه قدامهم، وتيشا وداني بيهربوا على الدور التاني. فالوحش بيهجم على تيشا ومش بيعجبه ريحتها فبيحدفها بعيد، وبيجروا الاتنين يستخبوا في أوضة تانية ومش بيلاقوا مخرج من المكان، وكل ده والوحش بيكون بيراقبهم من بره. وفجأة بيهجم عليهم، ولما بيشمهم بتعجبه ريحة داني طار من أخته فبيحدفها بعيد وبيمسك داني. وبعد كده بنلاقي فرقة من الضباط وصلوا للمكان. تيشا بتحاول تقنع الوحش انه ياخدها هي ويسيب اخوها، لكن الوحش بيطنشها وبيفرد جناحاته وبيطير بداني بره اسم الشرطة تجري في الشارع وهي بتصرخ على اخوها وبصة للسما، وبتشوف اخوها وهو مع الوحش طايرين، لكن لحظات وبيختفي. تاني يوم الصبح بتشوف تيشا وهي في مركز الشرطة ومنهارة تماما. بعدها بتخرج وهي باصة في السما ومش بتلاقي غير غراب بس طاير، وبنلاقي بعدها الغراب ده بيقف عند مصنع مهجور وفي معاه غربان تانية كتير، والاغنية اياها شغالة على الراديو. وبنعرف ان المكان ده هو بيت الوحش، وبيبقى قاعد الوحش ده مندمج في اللي هو بيعمله. وبنشوف جثة داني وهي متعلقة وعينيه مش موجودة. وبعد كده بنعرف ان الوحش ده اسمه كليبر، وهو مخلوق خارق للطبيعة شبه الخفاش، وبيظهر كل 23 سنة يتغذى على البشر لأسابيع، وهو كمان عنده القدرة انه يفضل عايش عن طريق انه بياكل اعضاء البشر. وبكده يكون خلص الجزء الاول من الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.